السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يلا بقى كده يا ستات البيوت الشاطرين يجمعوا معايا هنا نعمل فيديو مخبوزات حلوة قوي قوي بشوية دقيق هتملي بيتك كله خير. دول 5 كوبايات دقيق او كيلو الا ربع. معايا هنا 3 معالق كبار سكر، معلقة ونص خميرة، رشة ملح، مية دافية للعجن، نص كوباية زيت، ومعايا معلقة كبيرة خل. مكونات سهلة وبسيطة زي ما احنا متعودين مع بعض، بس النتيجة بإذن الله تحفة، أحلى من المخابز بقى، ولا استغلال ولا أسعار نار. احنا ستات بيوت شاطرين وبنعمل حاجتنا في البيت. نقلب كل المكونات الجافة مع الدقيق، وهنزل ب100 ملي زيت أو زي ما قلت لكم نص كوباية. نقلب الزيت مع الدقيق حلو لحد ما يتشرب كله. بعد كده معلقة الخل، وننزل بقى بالمية الدافية شوية بشوية لحد ما العجينة تلم معايا. لازم تعجني في العجينة كده بقى مش أقل من 7 ل10 دقايق لحد ما تلاقي العجينة ناعمة معاكي خالص، وسابت ايدك وسابت البولة اللي انت بتعجني فيها، ولقيتي عجينة ناعمة وما بتلزقش. بصوا كده زي الفل. نغطي عليها ونسيبها نص ساعة لحد ما تتخمر معانا. ادي حبايبي بعد ما العجينة اتخمرت، مكان دافي كده وسيبيها نص ساعة هتخمر معاكي على طول مادام عجنة بمية دافية. طيب احنا بنعمل ايه يا حبايبي؟ احنا بنعمل هنا السميط والبقسماط من عجينة واحدة. ايه ده؟ ازاي ده بيبقى طري قوي ودوت بيبقى ناشف خالص؟ لا، هيطلع ان شاء الله من العجينة الواحدة دي. وخدوا الكلام ثقة، وان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم. نبتدي بقى نقطع البقسماط. تاخدي جزء صغير، بصوا قد الليمونة يا دوب كده. البقسماط لازم بيبقى رفيع، وكمان لازم تعملي حساب ان هو لسه هيتخمر. ونبتدي بقى نفتل كده، تاخدي العجينة من جوه على بره لحد ما تبقى كلها بسمك واحد. طيب هو كده لو انت عايزاه بقى ساده من غير سمسم، يبقى تفتليها كده وتحطيها في الصاج. طيب عايزين ندلعها شويه كده ونحط شويه سمسم، تمام قوي. يبقى هنعمل ايه؟ معلقه عسل اسود. ادي السمسم اهو، سمسم محمص مش ابيض، ومعلقه عسل اسود، وهحط عليها ربع كوبايه ميه. العسل الاسود هيدي لون حلو قوي للسميط والبقسماط، كده بيبقى لونه جميل، وكمان عشان السمسم ما يقعش بعد السوى. طيب ما عنديش عسل اسود، ينفع عسل ابيض، ينفع معلقتين سكر مع شويه ميه. المهم ان هي بس ايه، عشان تبقى السمسم يلزق معاه، مش اكتر من كده. فاللي موجود عندك اشتغلي بيه وسهلي الدنيا. بس ناخد بقى العجين بتاعنا ننزل كده في العسل، ومنه على السمسم على طول. طريقه سهله وبسيطه. الكميه دي كلها ما كلفتنيش حق نص كيلو بقسماط من بره. انا لقيت السعر بره ب70 جنيه، فعشان اجيب نص كيلو ملهوش اي لازمه، يعني حرام كتير. لا احنا بقى شاطرين وبنعمل حاجتنا في البيت. طيب انا عملت بقى نص العجينه بقسماط، ودلوقتي هعمل سميط. برضو هنفضل بقى نفتل فيها كده، بس دي بقى اكبر شويه، وبتلفيها بالشكل ده. انا مش مكبره الوحدات قوي طبعا، لسه بتخمر زي ما قلنا، وكمان انا بحبها تبقى صغيره كده عشان اللي ياخد واحده يقدر يكملها. العسل وبعدين السمسم، بس لحد ما بتكملي الكميه بتاعتك كلها. رصيها بقى في الصاج في مكان دافي، وسيبها برضو تتخمر مش اقل من نص ساعه، ساعه الا ربع. تكوني بقى مشغله الفرن بتاعك. بصوا اهو، لازم تعملي حساب السوا وتكوني مبعده شويه. طيب ادي حبايبي بعد ما تخمر، انا شغلت الفرن من ربع ساعه لحد ما سخن. السميد بتسويه عادي وتسيبي الوش بتاعه لما يتحمر وبتخرجيه. بالنسبة للبقسماط، بعد ما يستوي بترفعي الصاج على أعلى حاجة في الفرن، أعلى مستوى في الفرن، وتهدي النار خالص لحد ما يتحمص معاكي. وادي شكله يا جماعة بعد ما خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، جربوها بجد، طريقتها جميلة جدا. السميد طالع هش قوي وطالع طري جدا. بصوا معلقة الخل اللي احنا عاملينها عشان خمرنا العجينة حلو. بصوا ولا لبن ولا لبن بودرة ولا أي حاجة، ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. وادي بصوا البقسماط لونه طالع تحفة وهش جدا. صدقيني والله لو عملتيه لهم في البيت يمكن ما يصدقوش كمان ان انت عاملاه، هيقولوا ده انت اكيد جايباه من بره. يلا بقى لو عجبكم الفيديو اشتراك ولايك للقناة، واهم حاجة دعوة حلوة منكم. ونكون بقى بصوا، تعالوا بقى اتفضلوا معايا كوباية شاي بلبن كده
ويا سلام بقى عليها بقى فطار عشاء مع السميط او البقسماط ده، يا خبر، حاجة بقى تحفة بجد. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تتابعوني ان شاء الله في فيديوهات تانية قريب. سلام عليكم.